هنعمل النهارده بقى طاجن بسله بمنتهى السهوله وبدون اي افتكاسات، ومع صينيه رز مدسوس بقى غرقانه بالزبده والقشطه الفلاحي. هقولك كل اسراره من اول ازاي تظبطي معيار الصينيه وازاي تسويه ولحد ما يطلع معاكي بالشكل الجميل ده، رز مستوي ومفرفر وطعمه وريحته ولا اروع. تعالوا نشوف عملناه ازاي. بس في البدايه نصلي على الحبيب، ولو اول مره بتشوفيني انا ايه عبد اللطيف ودي صفحتي، يا ريت تعملي متابعه ولايك للفيديو، ولو بتشوفيني من على اليوتيوب يا ريت تعملي اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه هبتدي بتسويه اللحمه عشان بتاخد وقت. اشوحها كده في مكعب زبده وحبهان ومستكه وورق لوري وبصلايه وطماطميه واديها تقليبه كده تتشوح وتاخد لون جميل، وبعد كده بقى انزل عليها بميه مغليه واغطيها واسيبها تستوي براحتها خالص. نيجي بقى للرز. معايا رز بلدي مصري من بتاعنا ده. هجيب الصينيه اللي انا عايزه اعملها، واول حاجه علشان الرز يطلع معايا ناجح ومستوي كويس لازم اظبط المعيار الرز الاول في قلب الصينيه. هجيب الصينيه اللي انا عايزه اعملها واحط فيها كميه من الرز، وهبتدي اقيس بصبعي كده عمق الرز. قد ما يطلع عمق الرز اقيس المساحه الفاضيه او الحافه بتاعه الصينيه. الحبه الباقيين في الصينيه الحته الفاضيه دي تبقى قد المقياس بتاع الرز ده، كده بيبقى معيار الرز مظبوط ويطلع معاكي لا تقيل ولا خفيف على الصينيه. بعد كده بقى هغسل الرز كويس واصفيه وابتدي املحه بقى حسب الكميه اللي انت عاملاها او حسب الصينيه اللي انت عاملاها. وبعد كده هحط شويه زيت صغيرين كده بيخليه يلمع ومفرفر، وابدا بقى اضيف الزبده الفلاحي. يعني دي زبده فلاحي اللي انا حطاها ديت وبدرجه حراره الغرفه. وبعد كده بقى هبتدي ادعك السمنه دي كده في الرز بالملح بالزيت كله مع بعضه كده، ادعك واغلف الرز بالسمنه دي كويس جدا. بعد كده بقى هضيف اللبن، واللبن هنا انا هزوده يا دوبك يكون مغطي كميه الرز اللي عندي، وهكمل التزويد بتاعي بميه. هسيب بس حوالي 2 سنتي كده في الصينيه عشان للغليان. بس في ناس بتحب تزود المقدار كله بلبن، بس انا بحب اضيف ميه. الميه بتسويه وبتخففه. وبعدين اهدي كل المكونات دي تقليبه كده، اقلب الرز كويس عشان الملح يدوب واللبن والسمنه كله يتقلب مع بعضه. بعد كده هدخل الصينيه بتاعتي بقى الفرن على اعلى درجه حراره في ارضيه الفرن، وهسيبه لحد ما يغلي. وبعد كده بقى اهدي النار واسيبه يستوي براحته. ولسه هنضيف القشطه، بس خليكي معايا لاخر الفيديو. نحضر بقى البسله لحد ما الرز ياخد سواه. سيحت حته دهنه ومعاها معلقتين زيت ونزلت عليهم ببصلايه. الناس اللي ما بتحبش الدهن ممكن تستبدله بسمنه، ممكن سمنه على زيت او سمنه بس. ونشوح في البصله نقلبها كويس كده لحد ما تتشوح وتاخد اللون الذهبي الفاتح. بعد كده هنزل عليها بقى بعصاج الطماطم. انا عندي طماطم مستويه فنزلت بيها، لو مفيش هتنزلي بعصير طماطم، واقلبها بقى واغطيها واسيبها تتسبك كده. خلاص بقى التقليه اتسبكت معايا اهيت. هنزل عليها بقى بالبسله والجزر واخدهم بقى تقليبه كده يتشوحوا مع بعض شويه. بعد كده بقى هحط معلقه ملح ورشه فلفل اسود، ومش هحط اكتر من كده، مش عايزه ابالغ في التوابل، واخدها تقليبه. وبعد كده بقى ازود شويه ميه واسيبها تستوي. هسيبها بقى تستوي كده 50-60%. وبعد كده هضيف لها بطاطسايه وكوستين. انا لو مش حابه تحطي كوسه او تحطي بطاطس مفيش مشكله، في ناس بتحبها بسله وجزر بس. زودت بقى البطاطس والكوسه وكمان اللحمه مغرفتين شوربه كده، وبعدين هغطي عليهم بقى ياخدوا غلوتين كده مع بعض. ولو لسه بقى مكمله معايا ما تنسيش تنزلي تصلي على النبي في التعليقات ولايك وشير للفيديو، ولو ما عملتيش متابعه يا ريت تعملوا متابعه عشان يوصلك كل جديد. بعد كده بقى جبت برام وسخنته في الفرن الاول، وبعد كده نزلت فيه البسله باللحمه وهدخلها الفرن بقى تكمل سواها. وتعالوا بقى نشوف الرز بالمدسوس بعد ما خلص شكله عامل ازاي. شكله جميل قوي وناجح جدا. هخرجه بقى وهو سخن كده، هنزل عليه بمعلقتين قشطه على الوش وهو سخن. بحب احط القشطه كده بتسيح بقى والرز يتشربها ويبقى طعم القشطه طاغي في الرز ويبقى طعمه جميل. عايزه اقول لكم ان ريحته جميله قوي وجايبه اخر الشارع.
ولو ما عندكيش قشطه الغي الخطوه دي وهيبقى حلو جميل جدا كمان. مفيش اي مشكله، الزبده اللي جواه تخلي طعمه حلو برضو، وما توقفيش نفسك على اي حاجه. وكمان طاجن البسله خلص اهوت وطلع بالسلامه من الفرن، وده شكل الطاجن وصينيه الرز بعد ما شربت القشطه. الطعم جميل والريحه خطيره، سواء ريحه الطاجن وريحه الرز صراحه تجوع. قولوا لي ايه رايكم بقى في التعليقات، وبألف هنا.